ما تيجوا النهارده هقول لكم الخلاصه في تخزين المانجا. تعالوا الاول اتفضلوا معايا قهوه، لسه جايه من بره، عملت كوبايه قهوه. بصوا هي من غير وش بس عشان ايه، دي قهوه مغليه. وتعالوا بقى نشوف انا جبت ايه من بره وهنعمل ايه مع بعض. عايزه اقول لكم ان الفيديو بتاع النهارده مليان معلومات، وان شاء الله هنعمل حاجات حلوه جدا مع بعض. اليومين دول المانجا كتير جدا وسعرها حلو قوي قوي، يعني اكتر وقت مناسب تشتري فيه مانجا وتخزني فيه المانجا هما اليومين دول، وخصوصا من بدايه شهر 8. عايزه اقول لك اكتر وقت مناسب تخزني فيه المانجا هو شهر 8. تمام. بصي يا حبيباتي، انا اول حاجه جايبه عدايه كامله من المانجا الزبديه، ما شاء الله بتكون حلوه قوي قوي في التخزين، وهقول لكم ايه تاني حلو في التخزين. وجايبه المانجا السكري دي نص عدايه بس. تمام. طبعا المانجا السكري من الحاجات الجميله جدا في الاكل، بس هل معنى كده ان احنا ما نخزنش المانجا السكري؟ لا طبعا. تعالي هقول لك، لو انت مثلا جالك كميه وعايزه تخزني منها، او جبتي مثلا لقيتي فيها طريه قوي وما انتوش عارفين تاكلوها، او مثلا جبتي عدايه ولقيتي اغلبيتها رفنعه كده، والرفيعه دي في الاكل ما بيكونش فيها لحم، فتحسي ان انت مش هتعرفوا تاكلوها الرفيعه قوي. فهقول لك هتعملي ايه في المانجا السكري. اول حاجه انا بدات انقض كميه المانجا السكري اللي معايا، لقيت الحلوه الجميله اللي حجمها كبير ناشفه ما فيهاش ولا غلطه، وحطيتهم في طبق بدون غسيل. يعني اللي هحطها في التلاجة دي هتقعد معايا يوم 2 اسبوع ناكل فيها، دي مش هغسلها. ليه بقى؟ لما ما تغسليش المانجا بتاعتك بتطولي عمرها، ما بتبص معاكي وتقعد مده طويله في التلاجة تاكلي منها، بس اهم حاجه ما تغسلهاش. ونقيت بقى الرفنعه الطريه اللي اي واحده مش عجباني، نقيتهم وغسلتهم وجبتهم. اقول لكم هنعمل فيهم ايه. انا مش هنعمل فيهم كده، يعني مش هنقطعهم وناكلهم، ده ولادي واقفين يعني بنتي واقفه عايزه مانجا، فقمت مدياها وسبت القشر. ليه؟ انا هعوزه القشر، مش هنرميه. اي مانجا لونها اصفر ما بنرميش القشر بتاعها. عايزه اقول لكم ان القشر بتاعها بيكون مفيد يا جماعه، صدقوني اسالوا كده عن فوائد قشر المانجا، بجد مفيد. وناس كتير المانجا السكري او العويسي او اي مانجا لونها اصفر بياكلوها بقشرها، يعني في ناس كمان متعوده على كده انها تاكل المانجا بقشرتها. تمام. مسكت بقى كل الكميه، شايفين دي طريه شويه ازاي، مسكت كل الكميه قطعتها بقشرها ونحت البذره بتاعتها، ما سبتش فيها ولا فسفوسه. بصوا عايزه اقول لكم، هنا ابني بقى جالي هو كمان وعايز جايبين الكوبايه فاضيه وعايزين تاني قطعت لهم واحده كمان اديتها لهم وخدت القشر. يعني اي قشره هاخدها معايا مش هتترمي، يعني حتى احنا بقينا ناكل كده واحنا بنقطعها والقشر معانا زي ما هو، طبعا مع بقيه المانجا بقى فيها لحم. وخدت كل ده على الخلاط. هجيب الخلاط بتاعي احط فيه كميه سكر مناسبه، تمام، وشويه ميه صغيرين، يعني ربع الخلاط بتاعي بيكون ميه على المانجا بتاعتي دي. ببدا اضربها كويس جدا جدا في الخلاط، واجيب المصفى بتاعتي واصفيها، وهتشوفوا بقى اللي هيطلع معايا دلوقتي شكله عامل ازاي. اهم حاجه زي ما قلتلك بنضربها بقشرها، لان القشر ده بيكون فيه فوايد، وكمان بيكون مليان كده عصاره، وكمان القشر هو اللي بيخلي معانا المانجا السكري لها سمك ولها تقل وليها شخصيه. تمام. يعني في العادي لو انت عملتي عصير كده من المانجا السكري هتلاقيه خفيف خالص وملهوش طعم وملهوش سمك كده، زي المانجا الزبديه مثلا في العصير بتكون حلوه قوي. فبالحركه دي زي ما قلت لك هتعملي كده وبتكون تحفه جدا. وبصي بنصفيها وده اللي بيطلع معانا في الاخر بالشكل ده. ما شاء الله بقى معانا عصير مركز تقيل. بصوا عايزه اقول لكم ان هو زي مثلا فيتراك، زي العصاير اللي هي بتكون من المحل دي، حلو قوي قوي، يعني مدي الطعم والسمك والملمس والقوام كده، وانتي بتشربيه عامل بالظبط زي فيتراك. بس هقول لك على حاجه، العصير معانا ده مركز زياده شويه عن اللزوم، فاحنا بنخففه، يعني قد الكميه اللي معانا بنحط قدهم كمان مره. يعني مثلا معانا كوبايتين من العصير نحط عليهم كوبايتين، او دي مثلا كوبايه كبيره نحط عليها كوبايه كبيره ميه ونخففه ونعمله عصير. بس طبعا بقى في الوقت اللي احنا هنعمل فيه عصير، يعني لو انت هتعملي بزياده هتجهزيه بالشكل دون وتعمليه في اكياس، او طبعا لو عندك برطمانات، او انا ما عنديش مكان في الفريزر، فبصراحه بحب احط في اكياس. علشان ايه؟ عشان البرطمانات بتاخد مكان في الفريزر. تمام. فانا بحط في الكيس على قد الاستعمال، يا دوبك اخرجه واستعمله على طول. ممكن كمان الطريقة دي تقعد معاكي في التلاجة 3-4 ايام مفيش مشكلة، ولو في الفريزر بتقعد كتير جدا. وعايزة اقولك بقى لو انت حتى مش عايزة تشغلي الخلاط هتطلعيها وتقلبي معاها المية، بس كده خلاص انت عملتي عصير في ثواني وعليه السكر بتاعه وكل حاجة. والطريقة دي تحفة جدا، عايزة اقولكوا يعني خطيرة.
تعالوا بقى نخش على المانجا الزبدية. وبصوا هنا هنونة حبيبتي بتغسل المانجا. شايفين بقى طريقة الغسيل المانجا؟ طبعا لازم في مية كتير وتحت مية جارية وبالفرشة، وندعكها ونغسلها كويس جدا قبل ما نستخدمها. وبرضو غسلنا كده المانجا السكري اول مرة، وخصوصا بقى المانجا السكري تتغسل برضو حلو قوي قوي قوي، لان بنضربها بقشرها، فده مهم جدا. وبرضو المانجا الزبدية بنغسلها حلو علشان طبعا ايدينا، احنا بنشتغل بايدينا طبعا بنكون غسلينها كويس بالصابونة. وانا عن نفسي بحب اشتغل بايدي، يعني بقشر واقطع وكل حاجة، فلازم المانجا تكون معايا نظيفة. نقطت المانجا بتاعتي ل3 أكوام. أول كوم مانجا طرية، تاني كوم مانجا ناشفة وحلوة دي هقطعها أشكال، وتالت كوم بنقي المانجاية اللي هي تكون خضرة قوي وناشفة، يعني تحطي ايدك عليها تلاقيها ناشفة قوي ولونها أخضر زيادة عن اللزوم. انا ما طلعش معايا غير 3 مانجات بس لونهم اخضر، دول بسيبهم على الرخامه يوم واحد او يوم ونص كده، وبعد كده اشوف هعمل فيهم ايه. تمام، علشان طبعا بتكون ناشفه جدا وخضره جدا من جوه. بالنسبه بقى الكوم اللي هو الطري ده هنخزنه عصير، والناشف هنقطع منه اشكال ونخزنها برضو مع بعض. عايزه اقول لكم بقى الخلاصه في تخزين المانجا. الخلاصه هي حاجتين: يا اما تخزني المانجا بتاعتك سليمه بقشرتها، يا دوبك بتغسليها وتنشفيها وبتحطيها في اكياس برضو وتحطيها في الفريزر سليمة زي ما هي. وطبعا الطريقة دي مريحة جدا وبرضو ما فيهاش اي حاجة، بالعكس بتقعد مدة طويلة، تقعد سنة او اكتر في الفريزر، ما بيجرالهاش اي حاجة، بتكون قشرتها مقفولة عليها وبتفضل محتفظة بالفوائد بتاعتها وكل حاجة. بس عيبها ايه؟ عيبها ان انتي لما بتخرجيها من الفريزر بتاخد منك وقت على ما تقشريها وتفك منك شوية وتبداي تقطعيها، وكمان بتكون ساقعة قوي على ايديكي وانتي بتعمليها. ولو جالك ضيف فجأة او لو عايزة تعملي عصير بسرعة، الجو حر ومثلا جايين من بره، او حد جالك فجأة وعايزة تعملي عصير، فدي الطريقة دي بتاخد منك. ومن عيوبها برضو انها بتاخد مكان في الفريزر، انما هي في الاول مريحة وفي الاخر بتكون متعبة شوية. انما مفيش جدال عليها ومفيش كلام ان هي مش حلوة، لا هي حلوة جدا كده بالطريقة دي في التخزين، انك تشيليها زي ما هي بقشرتها. تاني طريقة في تخزين المانجا وانك تقطعيها وتجهزيها في اكياس زي ما هي بدون اي اضافات. اوعي تضيفي عليها اي حاجة، خزنيها كده علشان بيكون عمرها اطول في الفريزر. يعني بتقطعي المانجا بتاعتك اي تقطيعة وبتنحتي البذرة وتاخدي منها اللي طلع من البذرة وكل حاجة وتقشريها، وتقومي حطاها في اكياس في الفريزر. الطريقة دي تحفة، انا عن نفسي بحبها جدا لاني بتعب في الاول صحيح، ولكن في الاخر بتكون سهلة عليا جدا. بخرجها ما بتاخدش وقت على انها تفك، ولو حطيتها في الخلاط وحطيت عليها المية والسكر وبضربها بتفك في ثواني، وابدأ اعمل عصير لو جالي ضيف فجأة او اي حاجة. فالطريقة دي بصراحة تحفة برضه. بالنسبة لتقشير المانجا، فأفضل طريقة تقشري بيها المانجا وهي مقشرة البطاطس. دي في حالة لو المانجا معاكي ناشفة. طبعا لو المانجا طرية بتكون جلدتها كده مكرمشة، فبتضطري ان انتي تقشري بالسكينة. انا كنت ناقضة الناشفة وكنت ناقضة الطرية، مسكتهم كلهم قشرتهم، وبدأت لان ساعات الناشفة لما اجي اقشرها الاقيها من جوه طرية، وساعات اللي انا احس انها طرية لما اجي اقطعها الاقيني عارفة اطلع منها تقطيعات. تمام، فانا قشرت كله بقى مره واحده، وقمت بدات اللي تقابلني اعرف اقطع منها تقطيعات، اقطع واللي الاقيها هتطلع هدر او كده كل ده بيروح على جنب في الطبق اللي هعمل منه عصير. بنحت البذر بتاعي وبحطه في الطبق، اي حته طريه اي تقطيعه ما جاتش مظبوطه كل ده في الطبق اللي هيتعمل عصير، والتقطيعات اللي طلعت معايا مظبوطه تمام حطيتها على طول في علب وقسمتها. عايزه اقول لكم يا حبيباتي بالنسبه للتقطيعات بتاعه التورت والتزيين دي لا يعلى عليها في المانجا النعومي. يعني عايزه تعملي اشكال وتقطيعات كتير، هاتي مانجا نعومي هتاخدي منها لحم وسمك وتماسك حاجة اللهم بارك، تحفة، تطلعي منها أشكال كتير وجميلة جدا. إنما الزبدية بتكون حلوة برضو في التقطيعات بس مش قوي، لأن ساعات بتطرى منك وانتي بتقطعيها. تاني حاجة بيكون فيها شعر، تالت حاجة البذرة بتاعتها بتكون كبيرة. فطبعا أرشح لك أكتر المانجا النعومي تطلعي منها تقطيعات، والمانجا الزبدية للعصير لا يعلى عليها بتكون رهيبة. بس برضو مفيش حاجة وقفت قصادنا وعملنا 3 علب أشكال للتورت.
بالنسبة للأكياس أهم حاجة نخرج الهواء من الكيس كويس جدا ونفرد المانجا في الكيس على قد ما نقدر، علشان ده لما بتخرج من الفريزر فبتفك معاكي بسرعة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو ليكم أي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا برد عليكم بنفسي. ما تنسوش بقى اللايك الجميل من إيديكم، طبعا اللايك ده مهم جدا، فاعملوا بقى للفيديو لايك فضلا وليس أمرا. ربنا يحسن ما بين إيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.